انا ركبت ميكروباص. انا ما كنتش متخيل الموضوع كده، انا ما كنتش عارف. انا كان اول مره في حياتي اروح معادي الدائري، ولا عارف مواصلات ولا عارف الناس دي بتروح فين ولا عارف ايه اللي بيحصل، وعايز اروح الحلميه. جاي بطلب ديدي، قلت لك عايز 250 جنيه. ليه حضرتك؟ هي الجنه مستنياني في البيت؟ هركب ب 250 جنيه للبيت ليه؟ المهم قلت خلاص يعني نسال على المواصلات ازاي. قال لك مفيش اتوبيسات خالص للحلميه من هنا، اتفضل اركب ميكروباص ل 1000 مسكن. قلت لهم حلو، 1000 مسكن عارفه. فين بقى الميكروباص ده يا شباب؟ قال لي هيجي هنا دلوقتي. يا جدعان الميكروباص وصل من هنا، وأمة لا إله إلا الله اتلمت على الميكروباص. الراجل لسه بيقول 1060 واحد اتجمعوا على الباب بقى وبيفتحوا، واللي يخش تاني يروح شد ويخش بداله. في عيل دخل كان جوه الميكروباص عامل كده، جابوه من البوكسر. البت جابته من البوكسر، شدته كده رميته بعيد. في واحد كان داخل بالشنطه، الشنطه اتزنقت ما بينهم، شدوه منها رموه لبسوه في التندة بتاعت البنزينه. انا شفت كده قلت انا ماليش دعوه بالهبل ده، انا مش مروح، انا ممكن انام هنا على الرصيف. المهم يا جدعان قلت لهم طب اعمل ايه الحل تاني؟ قال لك بقى روح اركب من المحطه. فين المحطه دي يا شباب؟ قالوا لك روح صقر كوريش. جدعان اعتبروني انا لسه مولود النهارده. فين الحاجات دي؟ لقيتني هتمشى تلت ساعه، تمام كاردي ما فيهاش حاجه. فضلت ماشي 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 لغايه ما وصلت لهناك. ايه ده بقى؟ حد يفهمني. انا اول مره اشوفنا كمصريين واقفين في طابور وملتزمين. ده طابور ما شفتوش في اجدعها مصلحه حكوميه. ظابط الجوازات قبلها بيومين كان واقف بيشد في شعره، عمال يقول للناس اقعدوا على الكراسي اقعدوا على الكراسي. محدش راضي يقعد، محدش راضي يلتزم، ودول كلهم واقفين صف واحد، مفيش واحد مستجري يطلع دماغه حتى بره الصف. هو انتوا ممسوك عليكم فيديوهات يا شباب؟ في زله ممسوكه؟ في ايه اللي حصل حضرتك؟ ضربوكوا قبل ما اجي؟ المهم انا رحت لقيت في صفوف كتير، فانا رحت اسالهم ها يا شباب هو 1000 مسكن منين؟ اكتشفت ان هم منعوا الكلام كمان. في ست بشوشه كده بصت لي وحاطه ايديها كده فوق كرشها وراحت مشاوره لي كده. هو حضرتك فاتحه بورتال في السره؟ هخش يعني هلاقي نفسي في 1000 مسكن؟ حضرتك بتشاوري فين؟ ما هتتكلمي معايا، خدي ودي معايا، في ايه مالك؟ المهم انا تفهمت موقفها، طنط مزنوقه في نفسها يعني ما شاء الله اللهم يبارك يعني. ففهمت في الاخر انها بتقول لي يعني ده الصف وقف ورانا، فوقفت. المهم الحمد لله مش كتير يعني، جه عربيتين خدوا الصف بتاعنا. المهم انا جيت اركب العربيه بتاعتي. الطبيعي ان انت اول ما تخش من الباب تركب اول كرسي قدامك، صح؟ لا انا لقيت لك كل الناس بتتفادى الكرسي اللي ورا السواق وبتركب ورا. ما فهمتش فيه ايه، فرحت داخل وقاعد. انا اول مره في الحياه اكتشف ان في حاجه اصغر من رجلي. مقاسي 42 ما دخلوش ورا السواق. بقيت قاعد برجلي باصه شمال واخده تحويده، ولا ركبي انكمشت في نفسها، كانت رايحه عند مفصل الفخذ. هو حضرتك اللي صمم الميكروباص ده وحط الكرسي كده كان مصممه للنسانيس؟ يعني انا هطلع اقعد على الكنبه كده؟ ما هو مش طبيعي حضرتك، مش عارف احط رجلي. انت كنت متخيلني هقعد ازاي يعني؟ المهم عرفت ان انا بقف ومش فاهم حاجه، ودبسوني هنا انا واتنين تانيين، وانا المغفل اللي في النص. المهم الحمد لله ربنا كرمنا والسواق بدا يتحرك بينا. اول خطوه في رحله مدتها ساعه ونص، هطلع فيها طولي 176 منهم 6 سم رجلي والباقي ابر بادي. مع حضرتك انا مش عارف اقعد. المهم بدانا نتحرك، فجاه كل الميكروباص بقى بيخبط على ظهري. باشا هي الاجره كام؟ كابتن لغايه الاسطورات كام؟ هو في ايه يا شباب؟ وانا شباك التذاكر مكتوب على التيشيرت ورا تذكرتي؟ انا مالي، انا اخلص هنا؟ لا. فجاه لقيت لك واحد بيخبط عليا بيقول لي خد يا باشا، اداني رزمه فلوس كده اهو وبدا يمليني. يلا معاك 2 اسطورات من ال 100، 4 ابيجيه من ال 200، واحد عباسيه وسبعه. هو في ايه حضرتك؟ في ايه؟ لا ايه كل الكلام ده؟ انا مش فاهم حضرتك، انا ناسي انا رايح فين. انت بتقول لي ايه الحسابات دي؟ انا مالي انا بالكلام ده انا حضرتك. المهم بدانا نمشي، وبدا ناس تنزل من الميكروباص وناس تطلع تاني، والناس اللي بتطلع ما بتتكلمش مع السواق، بتشاور له وهو بيفهمها. يعني هو بيشاور له بيعمل لها نفس الاشاره، بيطلعوا ايه ده؟ انت معاك لغه؟ انت بتتكلم برايل؟ انتوا فهمتوا بعض ازاي؟ طلعت دي في الاخر ولا لغه الاشاره ولا ده برايل ولا اي حاجه. هما متفقين على شويه حركات يعملوها يفهموا هما رايحين فين. فدي عاشر، دي اول عباس، ودي 4:30. في حد ضحوا بيه وهم بيعملوا 4:30. المشكله اللي انا ساكن عند التجنيد، فانا لما اوقف ميكروباص اقول له ايه؟ اطخوا عيارين وديني بيو بيو يا اسطى؟ هقول له ايه؟ مالهاش بقى، مش عارف. المهم الحمد لله خلاص دفعنا الاجره، فهمت لغه الاشاره بتاعت الناس دي. فجاه لاحظت ان انا في GTA. الراجل ما بيفلتش من العربيه اللي قدامه غير وهو قدامه وقدامها 15 سم. لازم شط الادرينالين، لازم احس ان انا خلاص هلبس واقابل وجه كريم كمان دقيقتين. الراجل بيروح جاي عند العربيه فاضل 5 سم وانا هي
يا نهار اسوح عليا وعلى سنين. ساعة ونص كده كنت بحمد ربنا لو لقينا زحمة، الحمد لله نجاة من عند ربنا. انا خلاص انا اعصابي كانت ثابت. المهم الحمد لله بعد ستر ربنا وصلنا 1000 مسكن. دلوقتي انا واحد قاعد ساعة ونص في رجلي باصة شمال، بمشي في الشارع محاول بحدف شمال على طول، مش عارف اجيب قدام ولا اجيب يمين، مفيش، ما بتجيش. قاعد اعصابي سايبه من الطريق، ومشيت قبل كده تلت ساعه لغايه صقر كوريش، فانا مش همشي تاني للتجنيد. خلاص الحل الوحيد اشوف ميكروباص تاني يوديني هناك منطقتي وانا عارف الدنيا فيها ايه هناك. المهم لقيت لك الميكروباص واقف فاضل له 4 كراسي ومفيش بقى، مفيش. خلاص سكان المطاريه والحلميه انقرضوا هنا. انا اخر رجال الحلميه، هروح هناك دلوقتي الاقي الوحش كال البني ادمين اللي هناك، وانا الوحيد اللي وصلت بعد ما الوحش خلص. حضرتك في ايه؟ هو احنا رايحين منطقه منكوبه؟ هو مفيش ناس ليه عايزه تروح هناك؟ مفيش بقى، فضلنا قاعدين كده يعني. هو لو كان اتحرك كنا 5 دقايق وهنبقى هناك، بس لا لازم نتحرك، الكراسي كلها مليانه. انتوا بتعملوا ايه بجد؟ ده انا كنت فاكركم قاعدين في الميكروباص مستريحين، كنت بشوفكم من الاتوبيس فوق كل واحد حاطط ايده على خده وقاعد حزين. عرفت ايه اللي حصل لكم؟ انا عرفت. انا اسف، محدش مرتاح. بصوا ان شاء الله ربنا ما يعيدها تاني. اعملوا منشن لاصحابكم اللي بيتعذبوا معاكم في الميكروباص وبس كده. كان معاكم زيزو او محمد احمد. انا رايح اتعالج، سلام. هي كانت قلعه الطرحه دي في الميكروباص يعني، هي حبكت تعدل شعرها هنا، بنت غريبه.